هل انت موجود على التيك توك؟ لو انت موجود على التيك توك، قد ايه اكتشفت ان العالم في التيك توك عالم غريب وعجيب؟ النهاردة هنتكلم على التيك توك وعلى العالم ده لواحد لسه جديد في السوشيال ميديا، او واحد لسه اول مرة يستخدم التطبيق ده واول مرة يشوف التطبيق ده عامل ازاي. هاخدكم النهاردة في رحلة لغياهب التيك توك ولحاجات من عجائب وطرائف وغرائب التيك توك. خليكم معايا. خلينا نبدأ بازاي التيك توك بيشتغل ان هو يوري لك المعلومات اللي انت بتشوفها. خلينا نبدأ باليوتيوب مثلا. اليوتيوب الموضوع فيه مختلف تماما. اليوتيوب بيجيب لك suggestions برضو او اقتراحات زيه زي التيك توك، بس مش مبني على الاقتراحات. اليوتيوب هو عبارة عن ان انت بتدخل بتعمل سيرش على توبيك معينة او على موضوع معين بتدور عليه. مثلا ناخد مثال الزراعة. دلوقتي انت بتدخل على اليوتيوب بتكتب الزراعة في المنزل. بعد ما بتكتب الزراعة في المنزل بيجي لك كذا فيديو على حسب المشاهدات بتاعت الفيديو، بيترص الفيديوهات قدامك. يعني مثلا الفيديو الاولاني بالنسبة لك هيبقى هو اكتر فيديو تشاف مثلا، او اكتر فيديو حصل على مشاهدات. تعال بقى نقارن ده بالتيك توك. التيك توك كالجوريزم مختلف تماما. التيك توك هو عبارة عن انت بتدخل بيبدأ يديلك فيديوهات راندم. الفيديوهات دي ممكن تكون مثلا اكتر حاجات مثلا جابت مشاهدة، اكتر حاجات كانت شوكينج. فالتيك توك نبتدي نفرقه كده ان التيك توك بيعتمد دايما على الشوك فاليو او الحاجات الغريبة. فطبعا بما انك لسه داخل على التيك توك دلوقتي، هنبدأ يديلك بقى فيديوهات اكتر حاجات شوكينج. بس كده ايه، بيجس نبضك، بيشوف انت جاي منين ورايح فين وهكذا. وطبعا ده على حسب المكان اللي انت فيه. يعني مثلا لو انت داخل من فرنسا، هيبدأ يوري لك فيديوهات من فرنسا او اكتر حاجات كانت غريبة. مثال مثلا البوليس بيطارد واحد وبيمسكه يوقعه على الارض، البوليس الفرنسي طبعا. بعد كده واحدة واحدة هيبدأ يشوف انت بتقعد قد ايه على الفيديوهات دي. يدخل بعد كده مثلا عرف ان انت عربي بشكل او باخر، بدأ يحط لك حاجات باللغة العربية. فطبعا انت بتقعد على فيديو اكتر شوية من فيديو تاني، فالفيديو اللي بتقعد عليه اكتر شوية هو ده اللي بيبقى ريكومندد بالنسبة لك اكتر. وطبعا هكذا بقى الالجوريزم بيبدأ يكون صورة ليك من خلال البيانات بتاعتك. فمثلا انت شخص بيحب يتفرج على صور فيديوهات كلاب مثلا، فيبدأ يجيب لك بقى فيديوهات كلاب تانية شبهها ويشوف هتقعد عليها قد ايه. يجيب لك فيديوهات ناس بتلعب مع كلاب ويشوف هتقعد عليها قد ايه. يجيب لك ناس بتربي كلاب وبتبيع كلاب وبيشوف برضو بتقعد عليها قد ايه. ويبدأ بقى يجمع في بيانات من هنا على بيانات من هنا لغاية لما يكون لك صورة ديجيتال كده ليك انت بتحب ايه وبتتفرج على ايه. طيب ايه الاساسيات او الالجوريزم نفسه بيدي لك ريكومنديشن على اي اساس؟ الالجوريزم بيدي لك ريكومنديشن على اساس الفيديوهات الصادمة. مش كله بيبقى فيديوهات صادمة. فيديوهات صادمة هي دي اللي بيبقى ضامن ان انت بعد ما عرف خلاص مثلا ان انت بتحب الكلاب وبتحب تربية الكلاب مش حد يبيع لك، فبيبدأ يدور على فيديوهات صادمة هو عارف ان هي الفيديوهات دي كسب بيها قبل كده. عارف المثل اللي هو بتاع تكسبه العبه هو حاجة شبه دي كده. فهو بيشوف بقى انت بتحب الفيديوهات بالشكل ده، وهو عنده فيديو عارف ان الفيديو بتاع الراجل اللي بيربي كلب فالكلب اتجنن وعضه، او الفيديو بتاع الراجل اللي بيربي كلب والكلب نط من الشباك، فبيحط لك بقى الفيديو ده وبيبدأ يجيب لك فيديوهات شبهه. طيب في طريقة تانية ان هو بيبدأ يجرب. دلوقتي انت لما بتحط فيديو على التيك توك عندك فير تشانس، يعني الموضوع مش راندوم. انت عندك فرصة ان الفيديو بتاعك يضرب حتى لو انت مش معروف ومفيش ولا واحد بيتابعك، وده طبعا ميزة وعيب. خلينا نفكر الميزة بتاعتها ايه. الميزة بتاعتها ان اي حد ممكن صوته يوصل في ثانية، وده في حد ذاته ميزة وعيب في نفس الوقت. اي حد ده ممكن يكون
شخص غريب جدا بيتكلم بطريقة غريبة، او ممكن تكون ست بتعمل حاجات مش طبيعية، او ممكن يكون ناس قاعدة أسرة بياكلوا وبيوزعوا الأكل على بعض ومفيش أي حاجة بتحصل. فيستدعي طبعا ان انت تبص تقول ايه ده، في الناس دي قاعدة على الترابيزة وبياكلوا ليه، او بياكلوا ايه، او ايه قصتهم. وده مش خيال، ده في قناة فعلا كده، ومش قناة واحدة، ده في قنوات كتير جدا على التيك توك بالشكل ده. لغاية دلوقتي مش قادر افهم هو ايه الهدف منها، بس ما هي ده التيك توك. فعالم التيك توك بياخدك لسكة غريبة. ودلوقتي انت بعد ما فهمت الالجوريزم شغال ازاي، بسهولة هتقدر تفهم ايه الفيديوهات اللي بتطلع ترند وايه الفيديوهات اللي بتنتشر. الفيديوهات اللي بتنتشر ممكن تكون فيديو فعلا واحد بيكلم المسؤولين وبيشتكي وبيصوت وبيزعق، فكل الايموشنز دي بتبان عندك على الفيديو، فبتتخض فبتقعد تكمل الفيديو للآخر. او ممكن حاجة غريبة جدا جدا زي واحدة حاطة توك وهي عندها 40 سنة وحاطة ميكب عيلة صغيرة ولابسة بينك في بينك وبتكلم الناس بصوت الأطفال. وده مش خيال، ده قناة فعلا موجودة على التيك توك. فطبعا ان انت تدخل عالم التيك توك هو ان انت تدخل عالم غريب جدا ملوش حدود، وحدوده خيالك. تعالوا بقى ندايف ديبر او نغوص اكتر في عالم التيك توك الغريب ونحاول نفهم ايه اللي بيحصل. دلوقتي اول ما تبدأ بقى تعمل سكرولينج وتدخل بقى في الفيديوهات وتتابع، هتلاحظ حاجة باترن كده غريبة جدا. الباترن دي هي ان التيك توك نفسه عايزك تدمن. الادمان ده موضوع كبير جدا على التيك توك. لو هتلاحظ اللي بيبدأ تيك توك ما بيعرفش يخلص. ليه؟ تخيل ان في واحد قاعد بيتابع كل حركاتك، كل دقيقة بتقعدها زيادة على اي فيديو التيك توك بيسجلها عنده وبيدور على الفيديوهات اللي شبهه. ومش بس الفيديوهات اللي شبهه، وده عن كلام CEO بتاع تيك توك اللي هو مستر شو تشو. وتعالوا كده نسمع وهنحلل بعد كده هو بيقول ايه، وهتفهم بالظبط الالجوريزم شغال ازاي. Algorithm is really just math. So for example, if you like the videos 1, 2, 3 and 4 and I like videos 1, 2, 3 and 5, maybe he liked videos 1, 2, 3 and 6. Now what's going to happen is because we like 1, 2, 3 at the same time, he's going to be shown 4, 5, 6 and so are we. And you can think about this repeated at scale in real time across more than 1 billion people. AI and machine learning has allowed this to be done at a very, very big scale. It learns the interest signals that people exhibit very quickly and shows you content that's really relevant for you in a very quick way. The other thing here is that we don't actually ask you 20 questions on whether you like a piece of content, what are your interests. We don't do that. We build that experience organically into the app experience. So you are voting with your thumbs, by watching a video, by swiping it, by liking it, by sharing it. You are basically exhibiting interest signals. What it does mathematically is to take those signals, put it in a formula, and then matches it through pattern recognition. That's basically the idea behind it. زي ما سمعتوا كده هو اتكلم على نقطتين. النقطة الأولانية هو إن لو في مثلا 4 أشخاص، ال4 أشخاص اتفرجوا على فيديوهات 1 و2 و3 و4 و5، فال4 اتفقوا على 1 و2 و3، بس الأولاني مثلا سوايبت في 4 والتاني 5 ما عجبوش والتالت 6 فوتوا. هيفرج ال4 أشخاص دول على فيديوهات 7 و8 و9 لأن ال4 اتفقوا في 1 و2 و3. فده معناه إن انت بالسوايبنج بتاعك، وده النقطة التانية اللي هو اتكلم فيها، بتعمل فوتنج على الكونتنت اللي انت عايز تتفرج عليه، وهو على حسب ملايين الملايين اللي بيتفرجوا على تيك توك وبيسمعوا تيك توك بيحدد فزي ما شفتوا كده دي فورميلا مضمونة 100%. فللأسف طبعا انت مش هتعرف تهرب من الالجوريزم بيعمل حساباته على بلايين ناس بتتفرج على فيديوهات، فبيحطك في كاتيجوري شبه الناس اللي شبهك، والناس اللي شبهك بيتفرجوا على نوع معين من الفيديوهات، فبيحطوكوا في نفس البوكس
وخلاص انت كده مضمون ان الحاجات اللي انت هتتفرج عليها بناء على تجربة وعلى تشابه ما بينك وما بين ناس تانية كلها مضمون ان انت تحبها او اتليست 90% منها. وبما اننا لسه في الكراش كورس عن التيك توك، تعالى بقى دخلك في حتة يعني يمكن لو انت جديد على التيك توك او انت لسه ما دخلتش على التيك توك او مش ناوي تدخل، وده يعني يبقى احسن لك، ما تعرفش عنها اي حاجة، وهي اللايف. اللايف ده على قد فهمي هو ان انت بتبقى لايف وبتبدأ تعرض كونتنت. طبعا لما تيك توك اخترع فكرة اللايف كان الهدف من وراها ان انت تقدم كونتنت محتوى، بمعنى مثلا بتغني فالناس تدخل تديلك تيبس او تدخل تديلك فلوس او تدخل تديلك هدايا، والهدايا دي بتتحول بعد كده لفلوس، طبعا بعد ما تيك توك بتاخد نسبتها وهي نسبة عالية جدا. لكن طبعا العقلية الممتازة لينا كبني ادمين، ومش هخص مصر بس، يعني العقلية الممتازة عموما يعني للبني ادمين، تحول اللايف ده لحاجات ما اعتقدش التيك توك نفسه كان فاهمها، وهي فكرة انا مش هقدم حاجة بس اتمنى ان انت تديني فلوس. فطبعا الفكرة دي ليها براءة اختراع طبعا. ففي كونتنت عارف مش منطقي، يعني مثلا ممكن تلاقي حد زي ما قلت لك في الاول قاعد بياكل وما بيتكلمش حتى مع الكاميرا ولا بيتكلم هو بيتكلم مع الناس اللي بياكل معاهم وخلاص، وكل فترة كده تلاقي حد دخل اداله وردة ولا اداله حاجة، ودي بتتحول بعد كده لفلوس. طبعا في ناس خدت الموضوع ده بقى للإكستريم، اللي هو بيدخل اكشلي يشحت. فطبعا ده انت دخلت في حتة تانية، يدخل يا جماعة انا عيان ويا جماعة انا تعبان وطبعا ده بيدخلك في سكة تانية. يعني انت متخيل ان انت حتى لما بتتفرج عليه انت بتديله بروموشن، مش بتديله فلوس بس بتديله قابلية اكتر ان هو يبقى ريكومندد. ده زي ما شرحنا الالجوريزم كده، انت بتساعده ان هو يتشهر اكتر او ان هو يتقدم المحتوى ده لناس اكتر. غير الشحاتة طبعا في اللايف ممكن تلاقي حاجات اكتر من الشحاتة، تلاقي حد بيعرض حاجات غريبة او بترقص او بتقدم محتوى غريب، او بياع بيبيع الحاجة بتاعته لايف، حمرة ياقوتة لايف، او 2 بيعملوا منافسة وواحدة تكسب واللي يخسر يحط على وش التاني دقيق وزيت وحاجة جنان. كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده ما فيهوش اي حاجة خطر، كله عبارة عن حاجات ناس بتعملها للترفيه، للمكسب، لأي حاجة وأي سبب، بس ما فيش خطر حقيقي من ده على الناس. ما فيش خطر حقيقي ممكن يحول تفكير حد من تفكير صالح لتفكير فاشل، كلها حاجات ممكن تضيع وقتك مش أكتر. تعال بقى أعرفك على الخطر الحقيقي. الخطر الحقيقي هو القنوات اللي بيتابعها ناس أكتر من 500,000 وملايين، والقنوات دي بتنشر أكتر حاجة يعني مؤدبة أقدر أوصف بيها الكلام ده هو قمامة أو أفكار رجعية ما كانش ليها جمهور، ولكن التيك توك خلاها بلاتفورم نقدر نقدم منها أفكار منقرضة أو كلام ما ينفعش يتقال في أي منصة تانية غير حاجة شبه التيك توك، ما عليهاش رقابة بشكل أو بآخر. فطبعا ليها جمهور، زي بالضبط بداية الفيسبوك لما الناس بدأت تلاحظ الخطر من وجود الجروبس المقفولة اللي بتجمع ناس مخهم زي بعض، زي لو ما تفتكروا اللي حصل أيام ترامب، وإزاي إن كان في فعلا مجتمعات عايشة كلها بتفكر نفس التفكير الأبيض المناهض للحريات، وكل الناس دي بيتجمعوا مع بعض في السر. أنا عايزك تسمع الكلام اللي هشغله لك دلوقتي وتفكر فيه كده وتقول لي إيه رأيك في التعليقات، أو ابعت لي حتى قول لي إيه رأيك، لسه هنتناقش فيه، بس اسمع كده وقول لي رأيك. مساعدتك للمرأة على النجاح هي بداية هلاكك. اتفرج على الفيديو ده وبعدين هقول لك ليه. جوزها صاحب الفضل اللي وصلها لمرحلة مستحيل تفكر او تحلم بيها في يوم من الايام، بقاله 10 سنين معاها بيقدم لها الدعم المادي، جراف ايدها في كل مكان ومضيع عليها وقته وحياته وكل مادياته، وفي الاخر استكترت حتى تقول انه تم الطلاق. لا،
الى الفلع. انا اللي خلعته مش هو اللي طلقني. هو انا يا رجاله مش اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت ان في دراسة اتعملت في الموضوع ده بتقول ان معظم الرجال اللي ساعدوا زوجاتهم في النجاح وتكفلوا بكل المصاريف تم التخلي عنهم في النهاية؟ خلاص يا حبيبي مهمتك انتهت، مستني ايه؟ أحب أعرفكم بسامح بركات، وهقول لكم الوصف اللي مكتوب عنده على القناة بتاعته. لايف كوتش، خبير ديناميكية العلاقات بين الجنسين لحجز الاستشارات والجلسات، وموجود واتساب. أنا عايزك تتخيل إن الراجل ده عنده 419 ألف متابع، وعنده فيديوهات فوق 7 مليون مشاهدة. انت متخيل ان الكلام اللي هو بيقوله، اللي هو في اي عرف وفي اي بلد وفي اي مكان ممكن يكون شوفينيستيك، ضد المرأة، ذكوري، غريب، بيروج افكار غريبة. ان تخيل مساعدة المرأة من وجهة نظره ده غلط، والمفروض الراجل يكون مسيطر والراجل يكون متحكم. وطبعا انت لو دخلت بقى على التيك توك بتاعه ده واتفرجت على الفيديوهات، حاجة جميلة جدا ولذيذة خالص. طبعا انا هنا بهزر، بس الموضوع خطير، لان انت لما تبدأ تبص على الكومنتس وتشوف الناس بتقول ايه وتعليقات الناس قد ايه واخده الموضوع بجد. والراجل ده لايف كوتش، يعني بيدي للناس نصايح في العلاقات والزواج، وتحفة. المنحرفة هتقول لك الرجل الحقيقي هو اللي يسيبني البس براحتي حتى لو لبسي عريان، غير كده يبقى فلاح او رجعي. واللي عندها ماضي هتقول لك الرجل الحقيقي لا يهتم بماضي المرأة. والعانس هتقول لك الرجل الحقيقي هو اللي يتجوز 30 او 40 لانها صاحبة عقل رزين وشخصية ناضجة. والجعانة هتقول لك الرجل الحقيقي هو اللي يلبي طلبات زوجته وما يحرمهاش من اي شيء. والمتسلطة هتقول لك الرجل الحقيقي هو اللي يحتوي زوجته ويصالحها حتى لو هي اللي غلطانة. فهم بيستخدموا مفهوم الرجولة استخدام نفعي على الراجل اللي بيلبي طلباتهم بس، واللي مش بيلبي طلباتهم مش بيعتبروه طبعا راجل. طبعا كم المعلومات المغلوطة والريفرنسز الغلط والمصدر اللي مش موثوق فيه اللي بيتقال في الفيديوهات اللي شبه دي، وده واحد من آلاف ويمكن ملايين القنوات، طبعا مش ملايين، يعني آلاف القنوات اللي مليانة لخبطة في المعلومات وتحيز وعنصرية وحاجة صعبة جدا، وكلها موجودة على نفس المنصة. بس السؤال الأهم هنا، طب والحل إيه؟ أمريكا مثلا قرروا إن هم هيقفلوا التيك توك، وعملوا تصويت وكل ده لسه ما تنفذش، بس في خلال الفترة اللي جاية ممكن يتقفل التيك توك تماما. بس هل ده الحل؟ ناس كتيرة جدا هتطلع ببروكسيز وطرق جديدة إن هم يدخلوا بيها على التيك توك، فطبعا الموضوع لسه ما تحلش. طيب والحل إيه؟ يعني أنا شايف إن ناس كتيرة جدا بتتفرج على التيك توك ومتابعة التيك توك، وفي حاجات مفيدة على التيك توك، يعني مش كله كده. بس المصيبة برضو الأكبر من كده هو إن اللي اخترع التيك توك نفسه لما اتسأل ولادك يدخلوا على التيك توك قال إحنا ما عندناش في سنغافورة، هو الراجل من سنغافورة، ما عندناش في سنغافورة إن أطفال تحت 13 سنة يدخلوا على التيك توك. في مصر أنا شفت قنوات كتيرة جدا أطفال اللي عاملينها. وده السؤال هنا، ازاي طفل عنده اكسس لموبايل بشكل ان هو يدخل ويعمل اكاونت ويتفرج على كل الكلام ده؟ واي قناة من القنوات دي ممكن تكون هي مصدر معلوماته بدل الاب والام والتعليم وكل الكلام ده. انا من وجهة نظري الشخصية ان مفيش اي طريقة ان انت ممكن تقفل بيها الافكار دي. بقفل الفيسبوك او بقفل التيك توك او بقفل اي منصة الموضوع ما تحلش. الموضوع من وجهة نظري محتاج التعليم يتحسن، التعليم لكل المراحل من أول الطفل لغاية الجامعي محتاج تطوير، ومحتاج إنه يتحل، ومحتاج إن كل المواضيع تتناقش في المدارس وفي الجامعات. ودي نهاية البودكاست. ما تنسوش تتابعوني على كايرو جاردن على كل السوشيال ميديا، وابعتولي آرائكم في فويس علشان نتناقش فيها في البودكاست اللي جاي. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن بودكاست.